اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. صباح الهنا، صباح السعاده، صباحكم معطر بذكر الله. ما ننساش في البدايه كده بعد نصلي على رسول الله ندعي للثانويه العامه والثانويه الازهريه، ربنا يكبر بخاطرهم ويكرمهم ويسهل لهم الصعب ويفرح كل اولياء الامور وكل بيت يدخل عليه الفرحه، اللهم امين يا رب العالمين. اكرمهم بكرمك وارزقهم يا رب العالمين باللي شايف لهم الصح بإذن الله، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. النهاردة إن شاء الله إن شاء الله هنعمل أكلة حلوة جدا سريعة جدا حلوة وجميلة وهتفرح ولادك. لايك وشير وسبسكرايب مطبخ رشا. بجد بجد بحبكم في الله. وتعالي نشوف، عندي هنا قطعة من اللحمة فيها عضماية تقريبا هي من الريش، فهنحوش منها كل العظم كده وكل اللحمة كده، وبعد كده العظماية هنحطها برضو هنعمل منها شوربة عادي مفيش مشاكل. نصلي على رسول الله ونستغفر الله. وطبعا قطعناها بالطريقة دي. في الاول كانت السكينة باردة فغيرتها وجبت سكينة حامية، وعندي هنا المية غلت كنت حطاها علشان محتاجة مية مغلية. عندي هنا فاصوليا بيضة عادي خالص. صدقوني في بنات كتير ما تعرفش تعمل الاكل دي، وبرغم ان هي سهله والله العظيم وتربينا عليها. انا طبعا نقيتها ونضفتها وحطيت عليها ميه، يعني نقعتها في الميه لمده ساعه او ساعه ونص. والبقوليات لازم تتنقع في الميه على فكره يا جماعه، لو مستعجله اعملها على طول، بس الافضل ان هي تتنقع في ميه قبلها بساعه او ساعتين. دي خبيرة يعني في الحاجات ديت قالتها لي، وعشان تطرد السموم منها وكده. مش عارفة هي فيها سموم ايه، مش عارفة. المهم زي ما احنا شايفين مع بعض علقت عليها تتسلق. وتعالي نشوف حلة تانية هنعمل فيها ايه. هنحط فيها شوية زيت كده، والزيت طبعا بيبقى خفيف جدا عن السمنة، فحاولي انك تركزي ان تبعدي يعني نص اكلك او تلات ارباع اكلك عن الدهون اللي هي الدسمة اللي ممكن بعد الشر تسبب ايه جلطات وحاجات من دي. الزيت خفيف، يكون زيت نظيف وخفيف. إيه اعملي بيه اطبخي بيه وكده. عندي هنا بعد ما سخن هحط بقى الكميه اللي عندي، هي تقريبا ازيد من نص كيلو. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. هشوف بقى كده مش هقلبها الا لما تاخد وش من تحت. انا مسرعه طبعا الفيديو، وبرغم ان هي يعني ريحتها بدات تطلع وخدت وش من تحت، هنقلبها بقى عشان ما تزردش المية اللي فيها وكده او السوائل اللي فيها. طبعا احنا يا دوبك اشطفناها بس كده تحت الحنفية وما غسلتهاش باي حاجة مكان ايد الجزار وكده. وزي ما انت شايفة معايا هنا كده بقلبها لحد ما نسمع صوت الطشطشة. طبعا قبل صوت الطشطشة هنحط عليها التوابل الحلوة الجميلة اللي هتخلي ريحتها تجيب من اخر الشارع. صلى على الرسول واستغفر الله وقول اذكار الصباح وآية الكرسي ما تنساهاش دايما. هنحط بقى التوابل زي ما انت شايفة معايا هنا. عندي 7 بهارات، عندي شوية قرفة حلوين زي العسل كده، عندي شوية فلفل وخلاص. انا ما بحبش اكتر، وعندي شوية كمون طبعا اساسي في البقوليات عشان القولون. زي ما انت شايفه معايا هنا كده بقى بنبدا ان احنا نقلبها لحد كده ما تشم ريحه حلوه قوي قوي من التوابل. هنجيب هنا شويه توم مفرومين، ودي اساسي انك تحطيهم مع اللحمه وهي بتتشوح. اهم حاجه التشويحه. قرن شطه معايا هنا كمان كده، هو طبعا مش حراق لان احنا عندنا ولاد فما بيحبوش الحرقيه. احط معلقه كبيره من الثوم وافضل اقلب زي ما انت شايفه معايا هنا كده برضو لحد كده ما تشم ريحه الاكل اللي على اصوله، اكل امهاتنا بتاعت زمان اللي كان يجيب من اخر الشارع والله العظيم. طبعا زي ما انتوا عارفين انا دايما بعمل صلصة تكون جاهزة تحت ايدي لان انا بشتغل. حط عليها شوية مية سخنين، ببقى شغالة بشتغل وجاية الظهر كده مش فاضية ان انا اقف مدة طويلة ان اسبك وافرم. احتمال كبير يكون عندك النور طافي الايام دي والله العظيم. طفها في يوم واحد اكتر من 10 مرات، يقيد ويطفى ويقيد ويطفى. طبعا حاجة تضايق. وساعة ما يعمل كده البنات الحلوين المبتدئين اللي لسه يعني بيكونوا في بيوتهم وكده وجايبين الأجهزة الكهربائية، هنزود طبعا المية السخنة. ودي أهم حاجة انك تزودي اللحوم بمية سخنة علشان تستوي معاكي بسرعة.
نرجع مرجوعنا بقى للبنات الحلوين اللي زي القمر، اللي لسه يعني سنة اولى جواز. لازم ساعة ما تشوفي الكهرباء طفت او قطعت او اي حاجة من دي تفصلي الادوات الكهربية. هتقولي عندي منظم، عندي حاجات بتحافظ على الادوات الكهربائية. الامر ما يسلمش يا حبيبتي. افصلي حاجتك وكوني في المضمون، وساعة ما تستقر ايديها مفيش اي مشاكل. هو اساسا يعني انا عارفه ان التلاجة والفريزر بتفصل لوحدها، بس ما ينفعش والله العظيم بجد، صدقيني عن تجربه. عندك شاشه، عندك ان شاء الله يا رب يكون راديو نشغل على القران، افصلي الحاجات دي كلها. كهربا مش مضمونه الايام دي، مش عارفه ليه ومش مستقرة. عندي هنا حلة تانية تالتة، الاتنين التانيين شغالين على العينين التانيين. وهجيب الحلة بقى عندي هنا ايه شعرية. طبعا في الوقت ده انا قلت لبنتي هاتي الرز واغسليه ونقيه ونضفيه كده، و هنبقى ايه على ما احمر الشعرية. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه عدد من صلى عليه، وزد وبارك وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد خلقه عدد من لا يصلى عليه. يا حبيبي يا رسول الله، صدقوني والله العظيم الأكلات المصرية الحلوة الجميلة اللي زي دي يعني احنا ممكن نكون نسيناها خالص بجد يعني. فاحنا بنذكر بعض، احنا بيتنا على الطريق وصوت العربيات والحاجات ايه شغالين دوشة. هنقلب بقى لحد ما يبقى احمر معانا كده واللون المناسب معاك الدهب الحلو ده. وطبعا في الوقت ده كانت بنت طبعا بتعمل الرز زي ما قلت لكم. ربنا يجعل بيوتكم كلها عمرانة بالحب والتفاؤل والخير يا رب العالمين، وهون علينا كل حاجة مضايقانا في حياتنا يا رب، هون علينا كل حاجة. زي ما انت شايفة معايا هنا كده خلاص هو بدأ يدخل في اللون المناسب. الناس اللي زي العسل، الناس اللي زي القمر اللي بيعلقولي على الفيس، شكرا لهم كتير جدا. اتمنى من الله ان تضغطي على التعليق المثبت في الصفحة، هيوصلك للقناة على اليوتيوب، اشتركي وهتشوفي كل جديد ان شاء الله، لان انا بنزل هنا الاول. فان شاء الله باذن الله تنضم لعيلتنا. وشكرا لهم كتير جدا، شكرا لاهل العراق الناس المحترمين الناس اللي زي العسل، شكرا لاهل المغرب على راسي، السعودية ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. شكرا للناس اللي بتعلق لي وبتكتب لي كومنتات وتقول لي انا منين، من على الفيس، وتقول لي معاكي اختك من بلد كذا. شكرا كتير جدا، انا سعيده جدا ان انتم معايا ومتابعيني. ربنا يدومكم نعمه في حياتي ونكون دايما اخوات واصحاب على طول. عندي هنا مرقه دجاج هقلبها على الشعريه بعد ما اتحمرت بالطريقه دي. اكله سهله وبسيطه وحلوه واعتبر موفره. يعني كلنا عندنا لحوم الايام دي، ممكن تنفع بقطعة من الدجاج بدون عظم او بعظم عادي. هحط كمية الرز كلها بقى بالطريقة دي بعد ما قلبت وغلفت كل الرز بالمادة الدهنية. عايزة تضيفي زبدة ضيفي براحتك، عايزة تضيفي سمنة براحتك، بس انا افضل لك الزيت. بعد ما قلبتها بالطريقة دي و اللهم صل على حضرة النبي، هحط شوية فلفل بقى زي ما انت شايفة معايا هنا كده. اهم حاجة بقى في الرز بشعرية الجميل اللي الناس كانت حد طلب مني الرز بشعرية سبحان الله وتقول لي انا بحب قوي الرز الشعرية، فاعملوه لي والله عملته لها فيديو مخصوص ليه لوحده. وزي ما انت شايفة معايا هنا كده انا بحط مرق الدجاج، وممكن تحطي ورق لوري، بس انا افضل يعني الفلفل الاسمر مش مؤثر في اي حاجة. بعد كده شوية ملح بقى وتظبطي العقد بتاعك والملح وخلاص على كده ده الرز، وبسرعة وفي غمضة العين هيكون خلصان. تعال نروح بقى نشوف اللحوم بتاعتنا او اللحمة بتاعتنا حصل فيها ايه بعد ما حطينا كمية الصلصة وحبة الماء السخنين. خلاص هي بدأت تدخل في السوا، والفاصوليا خلاص هشيلها من على النار. خلاص بقت النص بالظبط، اتسلقت النص. طبعا بما ان الحلة
سخنة، فمش ما ينفعش انك تشيليها وتحطيها على الرخامة، هتفرقع منك. لازم تحطي طبق ولا اي حاجة تحت الحلة. بعد كده بتاخديها، لازم تغسلي اي حاجة بتتسلق زي الفاصوليا زي اللوبيا زي اي حاجة ممكن تسلقيها، لان بيبقى لها ريحة تانية خالص، مش محطوط عليها اي اضافات، فبيبقى لها ريحة تانية. بعد ما بتشطفيها بيبقى ريحتها حلوة كده، وبتحطيها بقى على الصلصة باللحمة بتاعتها. ممكن تتعمل من غير لحمة، ممكن تتعمل بفراخ عادي خالص، سهلة جدا حلوة. ظبطي الملح بتاعك وقلبي، طالما اللحمة دخلت في 3/4 السوا يبقى خلاص. على كده عندي هنا الرز خلاص استوى، وكده لسه بدري بقى على الغدا بتاعنا، على ما جوزي وولادي يتجمعوا مع بعض كده ونغرف وناكل. يا رب الفيديو يكون خفيف وظريف وجميل على قلوبكم، وبتمنى انك لو انت متابعاني على الفيس تشتركي في اليوتيوب، ولو انت مشتركة في اليوتيوب اشتركي في الفيس. بحبكم كتير، بنفس الاسم ونفس